بودكاست نسمة الحلقة الخامسة. ماشي خاصك تعيشي باش ترضي كل شي. السلام عليكم البنات، هنا نسمة وصوتي معاكم اليوم باش نقول ليكم بركة من الضغط، بركة من المثالية، بركة من لعب دور اللي كامل ومثالي. واش كتعرفي شنو كيدمر البنت بلا ما تحس؟ هو إنها تحاول ترضي الجميع، ترضي والديها، ترضي خطيبها، ترضي صاحباتها، وحتى الناس اللي ما كتعرفهمش في راسها، وهي ما كيناش، مغيبة، ساكتة، وكتنجف بصمت. المثاليات اللي كيتفرضوا علينا: لازم تكوني بنت دار ومربية، ولازم تكوني ناجحة في القراية والشغل، ولازم تبقي صغيرة جميلة، لبسك محتشم ولكن ما تكونيش معقدة، ولازم تكوني أم مثالية، مرأة حنونة، بنت طيعة. واش هادشي ممكن؟ لا. وهم الكمال كيسرق منا اللاحة، العفوية، الصدق مع راسنا، وفرحة الحياة البسيطة. كتولي حياتك سباق ضد الساعة وضد الأحكام وضد نفسك، وكتنسي تعيشي. أنا نسمة، وحتى أنا كنت كنقارن راسي مع كل شي، مع اللي أنجحوا قبلي، مع اللي حياتهم بين مرتبة، مع اللي ما كيتشكاوش. ولكن فاش وقفت وشفت مرايا قلبي فهمت، أنا ماشي خاصني نكون كاملة، أنا خاصني نكون أنا. بنات بلادي، خليكم طبيعية، خليكم صادقة مع راسكم، عيشي على قدك، وخلي الكمال لله. شاركي الحلقة مع أي وحدة حاسة بثقل المثالية، وقولي لي في التعليق شنو الحاجة اللي وليتي تدريها اليوم بلا ما تحسي بالذنب. نتلاقوا في حلقة جاية، وخليوا راسكم عزيز.